بعد ما مطاعم كتير من دول مختلفة جت فتحت هنا في مصر، لسه برضه عندنا أماكن بتقدم تجربة أكل مصري جميلة، وواحد من أشهر الأماكن دي هو قصر الكبابجي. فخدت أصحابي النهاردة وطلعنا فرع مدينتي، إحنا كنا 5 فطلبنا تقريبا 8 حاجات، فخلينا نجربهم حاجة حاجة. أول حاجة لازم نبدأ بيها الشوربة، بس أنا طلبت شوربة مختلفة المرة دي شوية، شوربة عدس، وطلبنا كمان شوربة كوارع. عجبني إن حتى في أكلة بسيطة زي دي إنه برضه مهتم بيها. شوربة العدس كان قوامها كريمي وطعمها حلو قوي وغنية، وأنت بتاكلها بتحط أنت العيش وتقلب، فحلوة قوي في الشتاء السنة دي. بعد كده جربت طاجن رز معمر، كنت عاوزه يبقى حمام بس كان خلصان عشان عليه ضغط كبير. الرز المعمر ما كانش معجن ومسقي لبن حلو قوي، وطبقه القشطه اللي فوق دي كمان كانت محليه اكتر، فده واحد من اكتر الحاجات اللي عجبتنا كلنا تقريبا هناك. الملوخيه من الحاجات الاساسيه اللي لازم تجربها هناك. قصر الكبابجي ليه طقوس خاصه في تقديم الملوخيه ومشهور بيها جدا. الملوخيه كشكل وطعم حلو قوي، لونها اخضر فاتح وطشتها خفيفه بس طعمها حلو. انا بصراحه بحب اغمسها بالعيش البلدي، بتبقى حلوه قوي. فالملوخيه ما كانتش بالنسبه لي شو بس. من الحاجات الجديده اللي لسه منزلها طبق النخاع، ده بيجيب المواسير صحيحه وبيحط عليها بهارات كده وبتتسوى في الفرن، بتطلع سايحه حرفيا. انا اول مره اجرب النخاع، هو بيبقى ملمسه شبه الجيلي او الكوارع شويه، بس البهارات اللي حاطينها فوقيه كانت حلوه. انا عملت حركه غريبه شويه واكلت النخاع بالتوست اللي كان نازل معاه. هو الطبق كبير شويه فشيرنا فيه، هو والطاجن الاساسي في كل فيديوهاتنا تقريبا، طاجن ورق العنب بالكوارع. الطاجن كان كبير يكفي 4 5 تقريبا. ورق العنب لما بياخد من طعم الكوارع بيبقى دسم قوي فطعمه جامد، والكوارع هنا عشان كانت متسبكه ومتقطعه صغير عجبتني اكتر من اللي كانت في الشوربه شويه. هو الطبق ده هم متميزين فيه بصراحه. طلبنا في المشويات انصاص، كفته وكباب وريش. النص دايما عند قصر الكبابجي بيبقى كيلو الا ربع تقريبا، وده احنا وزناه قبل كده لو تفتكروا، هو بيوزن بعد الشوي وزياده شويه كمان. اول واشهر حاجه جربتها الكفته، احلى حاجه فيها انك بتحس ان كلها لحمه مش دهون بس، عشان كده دي اكتر كفته كنت برشحها للناس في الرسائل لما بيسالوني ايه احسن كفته بالنسبه لك. واكيد مش هينفع ما ناكلهاش بالطحينه برضو على راي صديقي هاشم. مش عارف من غير الحركه دي كنا الواحد ياكل الكفته ازاي يا جدعان. الريش كمان كانت حلوه قوي كتتبيله، وانها طريه قوي في بقك وانت بتاكلها. حجم الريشه كمان حلو وطعم الشوي باين فيها، وتقريبا كلنا برضو حطيناها توب ريتد. الكباب بقى هو اللي كان متقطع كبير شويه فتحسه اقرب لقطع لحمه، فكان اقلهم بالنسبه لنا. طاسه الكبده دي بقى واحد من احلى الطبق اللي جربناها هناك. الكبده طريه جدا ومتقطعه شرايح صغيره، نوعها حلو ومعموله في سمنه كده بشويه فلفل، مخليه طعم الكبده نفسه لذيذ ومختلف. الطبق ده فعلا ارشحه لك بشده لو ما جربتوش من هناك. هنا العزومه دي بكنافه كريمه، سكرها كان مظبوط بالنسبه لي. واكيد مش هننسى خربوش الشاي بعد الاكل الحلو ده. خربوش شاي بالنعناع كان اسعد نهايه لعزومه الاكل دي. اكتر حاجات عجبتني هنا الكبده كانت حلوه قوي، والريش والكفته مشويات بشكل عام كانت حلوه، والملوخيه هنا فعلا طعمها حلو قوي. قصر الكبابجي زي ما بيديك تجربه مختلفه للاكل بالاجواء اللي بيعملها، هو كمان بيديك اكل حلو بكميات وجوده كويسه جدا. فدي كانت تجربتنا في قصر الكبابجي فرع مدينتي. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير للفيديو. شكرا جدا ليكم، سلام.